السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مريم من قناة ملعب اليوم، والنهاردة جايبالكم ملخص سريع عن واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025. مواجهة عملاقة بين الأردن والعراق على استاد المدينة التعليمية في قطر. مباراة الجماهير كلها مستنياها، لأن النشامة وأسود الرافدين دايماً مواجهتهم نار، وبتجمع بين القوة والحماس والتاريخ الطويل من المنافسة. المنتخبين داخلين تحت ضغط كبير. العراق عايز يرجع ثقة جماهيره بعد الإخفاق في كأس آسيا وعدم التأهل المباشر لكأس العالم، والأردن بيدور على انتصار مهم يكمل بيه مشواره التاريخي في البطولة ويوصل لنصف النهائي لأول مرة بالطريقة اللي يستحقها. ولو رجعنا للمواجهات الأخيرة هنلاقي إن آخر لقاء كبير بينهم كان في كأس آسيا 2023، واللي انتهى بفوز الأردن 3-2 في مباراة من أقوى مباريات البطولة. وفي المقابل العراق رد بعدها بفوز مهم 1-0 في تصفيات كأس العالم 2026، وده اللي بيخلي مواجهة الجمعة أقرب لمعركة رد اعتبار بين الطرفين. المباراة هتتلعب يوم الجمعة 12 ديسمبر الساعة 4:30 عصراً بتوقيت القاهرة، و5:30 بتوقيت السعودية وقطر والعراق والأردن. والنقل الرسمي هيكون عبر قنوات BN Sports وبعض القنوات المفتوحة زي الكأس وأبو ظبي الرياضية. مين تتوقعوا يحسم القمة العربية؟ اكتبوا لنا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا تعملوا لايك واشتراك، ونتقابل في فيديو جديد من ملعب اليوم. سلام.